السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ايفون 6 اس من منتجات شركة ابل. راح نوري لكم حاجة فيه جد قيمة، وهو برنامج سيري الذي يسمح لك بإعطائه أسئلة شفوية ويجيبك باستعمال الإنترنت. عندهم قاعدة بيانات يعطي لك كل ما هو مسجل في قاعدة البيانات تاعهم. فوالا راح نسقسوا على بعض الأمور، على بعض رؤساء الدول، وتشوفوا بأنفسكم النتيجة. Le président de la France. D'après mes recherches, la réponse est Emmanuel Macron. Le président du Maroc. D'après mes recherches, la réponse est Mohamed VI. Le président de l'Égypte. D'après mes recherches, la réponse est Abdel Fattah al-Sisi. Le président de la Palestine. D'après mes recherches, la réponse est Revent Rivlin. هذا يهودي تعتبره أبل أنه رئيس لفلسطين. Le président de l'Algérie. D'après mes recherches, la réponse est Emmanuel Macron. Le président de l'Algérie. D'après mes recherches, la réponse est Emmanuel Macron. فوالا شفتو خاوتي ماهيش غلطة، ولا حتى وتعاود له 100 خطرة يقول لك بلي لو بريزيدون سي ايمانويل ماكرون. La surface de l'Algérie. Pour Algérie, la superficie est de 2 741 km². وهو عنده مستشعر ميكروفون دقيق جدا، غير يسمع حاجة معلومة يتأكد منها في ظرف أجزاء من الثانية ويعطيك الإجابة. أما بالنسبة لرئيس الجزائر ما يغلطش، يقول لك دائما أنه الرئيس ماكرون. يعتبرون أن الجزائر امتداد جغرافي لفرنسا. فوالا نفس الشيء لفلسطين، يعتبرونها يهودية، وهذه هي إن شاء الله تتحرر الجزائر وتتحرر معها فلسطين. هذه هي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.